منتخب المغرب يتأهل للمطار على الدرجة السياحية حال المنتخب الجزائري، وأنا أقصد على الفيديو اللي أنا سويته قبل. الأداء الباهت اللي شفناه، الأداء الفاشل، الأداء الأكثر من غريب قدام المنتخب الفرنسي. نعم أنا توقعت خسارة المنتخب المغربي، لكن ما تكون بهذه الروح الانهزامية، ما تكون بهذه شنو كنتوا قاعد تسوون؟ سؤال والله العظيم. ابي مشاهد واحد مقتنع مغربي، طلعوا لي مغربي واحد مقتنع باللعب المسخره اللي احنا شفناه امس. انزين لكم اللي تبونه مني. لعب باهت. ندري فرنسا الاقوى بالعالم، فرنسا عندهم دكه بدلاء، لو دكه بدلاء ينزلون هم منتخب روحهم يطلعونهم منتخب فرنسي بالنهائي، ندري عارفين. بس الهبل والمسخره اللي شفناها والروح الانهزاميه والتبديلات السيئه اللي احنا شفناها، ما كان الامر مقنع، لدرجه ان صارت تطلع تكهنات واشاعات ان اللعبه تم بيعها وحكومات، وانا ما احب ادخل بهالقصص لان ما اؤمن نظريه المؤامره، لكن بصراحه ما في اي شيء مقنع يبين لنا ان هذا المنتخب اسود الاطلس اللي الجزائريين ودهم يصيرون نفسهم، اللي المصريين ودهم يصيرون نفسهم، طلعوا بهذه المسخره اللي احنا شفناها. انا لما انتقد بحده على اساس ان نحط هذا التساؤل: ما الذي حدث لاسود الاطلس بشكل غريب؟ لا حد يقول لي اصابات، لا حد يقول لي تبديلات، هذا كلام فاضي. في شيء داخلهم انباع، الله اعلم شنو هو، روحهم، فنيتهم، ولا امور ثانيه. انا اتمنى تكتبون معي وتشاركوني شنو توقعاتكم لسوء منتخب المغرب امام فرنسا باللعب الفاشل المنحط والاهبل، واللي لحقوا الجزائريين وغيرهم للمطار، بس المره على الدرجه السياحيه على ادائهم الفاشل.